كده خلاص يا بنات، اكلنا والحمد لله وفطرنا والحمد لله. حبيت بقى اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها من السوق. تعالوا اوريكم بقى ايه انا جبت ايه من السوق. بصوا انا جبت هنا طماطم. الطماطم بصوا مش مركزه على حال. الطماطم انا جايباها بصوا جميله هي حلوه، 5 جنيه كيلو. جبت 3 كيلو طماطم ب5 جنيه كيلو. وخلاص يعني هي بتبتدي تغلى، يعني في جزء ب5 جنيه، وجزء كيلو ونص كيلو ونص ب10. فهي بتبتدي تغلى شوية بشوية. بس كده فجبت طماطم. جبت ايه تاني هنا؟ جبت جبت نص بانيه هعمله في يوم كده، وجبت أجنحة دجاج هعملها النهاردة. هقول لكم هعملها النهاردة مع ايه. وجبت وركين، بس الوركين تحتهم، وجبت وراك تحت اهي. شايفة باينة ولا لا؟ جبت وراك اهي، ما شاء الله. الأجنحة الدجاج دي انا هعملها النهاردة، يعني هعملها النهاردة ايه في أكلة ايه. عملتها لكم مليون مرة بس هعملها تاني يعني. مش احنا ورانا حاجة. هنا بقى استنى ما افتحها، انا مش عارفة ليه مفتحتش الأكياس قبل ما اوريكم. ما علينا يعني. هنا جبت فاصوليا خضراء. هنضفها هنضفها واحطها في اكياس واحطها في الفريزر ليوم يعني معين. وهنا جبت بزلة، لقيت البزلة رخصت شوية فجبت بزلة، جبت نص بزلة. وجبت جزر عشان انا بحب البزلة عليها جزر، ما بحبش احط عليها بطاطس، بحط عليها جزر بس. تمام كده. ايه تاني؟ جبت جوافة لولادي، يعني بقالي كتير قوي ما جبتهمش فاكهة بصراحة. والجوافة خلاص يعني قربت تروح، يعني خلاص قربت تخلص. فقلت الحق يعني اجيب جوافة قبل ما ايه ما هفوجئ مش هلاقيها. وجبت مشابك لان كنت عايزة مشابك بصراحة، ما كانش عندي. كنت لما احب انشر ولا حاجة اشبك حاجتين كده في مشبك وخلاص. فجبت مشابك الدستة عاملين 8 جنيه. جبت بطاطس عشان هستخدمها في أكلة النهارده، واكيد انتوا كده عرفتوا انا هعمل اكل ايه النهارده، اكيد عرفتوا يعني. جبت ملح. بصوا انا اكتر واحده في العالم كله بستخدم ملح. يعني اكتر، بحس بنفسي كده، يعني اكتر واحده في الناس كلها بستخدم ملح. فجبت ملح انا جايبه 7 اكياس ب5 جنيه، 7 ب5. اه. جبت شرابات عشان عندي عيالي ضايعين الشرابات بتاعتهم، ومش لاقيه مش لاقيه لها الشرابات، فانا جبت ال3 دول. بصوا مش غاليين، يعني 3 ب10. فجبت 3 هم ب10. جبت ألوان مختلفة ليوسف ويحيى. ياسين عنده الحمد لله، ياسين شراباته موجودة. تمام. ودي بقية الطماطم. بس كده، دي شوية الحاجات اللي أنا جبتها من السوق. ما جبتش حاجة أكتر من كده. يلا بقى نكملوا الفيديو مع بعض. هنا بقى ولادي كانوا طالبين بصراحة ياكلوا جيلي، وكان نفسهم فيه يعني. بقالي كتير انا عملته مرة قبل كده، بس بقالي كتير قوي ما عملتلهمش. فقلت اعمله لهم. الجيلي بيتعمل بطريقة سهلة جدا وبسيطة. انا جايبة علبتين من الجيلي دريم. احسن جيلي هو جيلي دريم بصراحة. بصراحة انا عن نفسي ما جربتش غير جيلي دريم بصراحة. فهو احسن حاجة عندي جيلي دريم. فضيت العبوتين وبحط على العبوتين كوبايتين من المية السخنة اللي بتغلي. كوبايتين، لو عبوة واحدة بس يبقى كوباية مية واحدة بس. لكن أنا عاملة عبوتين، بحط كوبايتين مية سخنة بتغلي، وبعد كده بعديهم كوبايتين من نفس الكوباية، كوبايتين مية من الحنفية. يبقى أنا كده حطيت 4 كوبايات. كوبايتين مية سخنة بتغلي، ووراهم على طول كوبايتين مية من الحنفية. باحطهم كده وافضل اقلب كتير. تمام كده. هجيب بقى ايه الحاجات دي، وابتدي ان انا ايه افضي بقى الجيلي ده قعد في التلاجة، وانا هوريهولكم في اخر الفيديو. بس ما كانش مسك قد كده يعني. هو قعد في التلاجة. انا دلوقتي عملته كانت الساعة حوالي 12 ونص كده. على الساعة 6 بالليل ولادي كانوا منه. انا ماليش فيه قد كده يعني، فانا عملته للولاد وخلاص. بس كده. انا بصبه وهبتدي ان احطه في التلاجة بقى عشان خاطر ايه يجمد. بس كان حلو. بس كده. هنا بقى كان عندي غسيل بالكوم.
الغسيل اللي هو ما بيخلصش. تمام كده، شغلت الغسالة وحطيت بقى ايه، الغسيل بقى وايه، وهغسل يعني اليوم ده انا غسلت تقريبا 3 دورات. كان عندي غسيل بالهبل. وطبعا ما وريتلكوش كل دوت، في حاجات كتيرة قوي انا بعملها، مش لازم ان انا بظهر يعني، مش لازم ان انا اطلعها يعني، او ان انا اصورها. في حاجات كتير قوي بعملها من ورا الكاميرا يعني. تمام. انا بحب بصراحة لما باجي اغسل الغسيل بحب اقلبه على وشه، معرفش ليه، بس بشوف ناس كتيرة بتقلب الغسيل على ظهرها. طب الوش اكتر هو اللي بيبقى متسخ وبيبقى مش حلو، فانا بستغرب للناس اللي بتقلب الغسيل على ظهرها، إيه، عشان خاطر تغسلها يعني وبس. بصوا، جبت الاريال جيل ده، حبيت ان انا اجربه، بس طلع حلو يعني، ماشي الحال، فحبيت ان انا اوريهولكم. هنا بقى كان عندي مواعين، ما اقولكوش مواعين يعني ايه، كتير قوي. فانا ايه قلت بقى ايه، اشطبها كده واحده واحده، عشان بقى هنشوف ايه هنعمل اكل ايه النهارده اليوم دوت. كنت بقول لكم ان اليوم ده انا عملت فيه حاجات كتيره قوي، بس طبعا ما صورتش كل حاجه، لان انتوا عارفين ان مش كل حاجه لازم، يعني مش كل حاجه بصورها. فاليوم ده بصراحه انا بادئه شغل في البيت على الساعه 6، لا على 6 ايه، على الساعه مثلا 12 مخلصه 7 بالليل. يعني تخيلوا، قعدت كده وريحت الساعه 7 بالليل. طول النهار شغاله، طول النهار بعمل. طبعا روقت الشقة وظبطت الدنيا. ما حبيتش ان انا اصور يعني، لان ايه، بحاول ان انا اصور الحاجات اللي ايه يعني مش كل مرة بحب اصور بصراحة روتين في الشقة وكده. انا قلت لكم ليه يعني في فيديوهات قبل كده، فايه ما بحبش قد كده ان انا اصور روتينات في الشقة وكده. بس كده هغسل بقى المواعين كلها واشطبها واشوف بقى ايه هنعمل اكل ايه النهارده. رغم اساسا المواعين ديت موجودة، رغم ان انا اساسا نايمة ما كانش فيه معلقة وسخة يعني انا كنت نايمة امبارح ما كانش فيه معلقة وسخة خالص. كان الدنيا تمام وما فيش المواعين، ما فيش مواعين وكده. بس كل ده حصل بقى ايه، من فطار ولما عملت الجيلي ولما كده يعني. انا عادة لما بعمل اقل حاجة في المطبخ ابص الاقي مواعين بالعبل اللي حصلت يعني. هنا بقى جبت البطاطس هقشرها، هعمل اكله سريعه كده. هعمل صينيه بطاطس بالاجنحه، وهعمل رز. اكله سريعه كده وسهله. بس كده هخرط البطاطس. طبعا الطماطم كانت على النار بتتسبك. تمام كده. هبتدي اخد منها برضو لاكله النهارده، والباقي هشيلهم في كيس واحطهم ايه في الفريزر. بس كده. بصوا دي الطماطم، ابتدي برضو ايه احطها في الخلاط كده عشان اخلطها. هاخد اللي اخده والباقي بقى ايه هشيله في الفريزر. بتنفع بصراحة جامد جدا يعني، بتنفع يعني. جبت هنا بقى بصلاية، ابتدي ان انا ايه اقشرها. مش بحب اعمل البصل حلقات عشان خاطر يوسف، انا قلت لكم الكلام ده قبل كده كذا مرة. عشان خاطر يوسف ايه، مش بيحب يحس يعني لو شاف البصل في الاكل ممكن يسيب الاكل وما يرضاش يكمل. بس كده. تجي ان انا انزل عليها بالملح، وانزل عليها كمان بالفلفل الاسود، وادعك بقى الكلام ده كله في بعضه.
ادعك كل ده في بعضه. بس كده ابتدي بقى ايه، طبعا الأجنحة غسلتها كويس بالملح، ما حطيتش عليها خل. سمعت يعني ان الخل بيزفر الحاجات دي اكتر. بس غسلتها بالملح ونزلت زفرتها، وغسلتها وخليتها زي الفل، وابتدي ان انا ايه، اوزعها بقى كده على صينية البطاطس وهي نية. بس هنا بقى كده هبتدي ان انا انزل الطماطم. الطماطم دي بخيرها، يعني ايه بخيرها؟ يعني انا مش حاطه لها ولا نقطه ميه، عشان كده تحسوا انها تقيله شويه. تمام كده. دلوقتي انا يعني فضيت الخلاط وحطيت بقى ايه، حبه ميه. بس كده. هنا بقى كنت بعمل الرز. دلوقتي انا كده حطيت البطاطس على النار عشان ايه تاخد السوا. دلوقتي علقت على الرز. طبعا كل ده والجيلي في التلاجة بيتعمل. هحط بقى الرز كده، احط عليه بقى ميه. بس كده. بس كده حبيت ان انا اسرع في الاكل. طبعا انا هنا كنت خلاص خلصت الشقه وروقت الدنيا وظبطت الكلام، وكله تمام. كنت مروقه الشقه هنا يعني في الحته دي. بس بقى ايه، ما حبيتش ان انا اصور لكم عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. بس كده. والرز ده هيخلص والاكل هيخلص وهنبتدي ناكله. وطلعت كمان الجيلي عشان اوريه لكم، بس كان محتاج تكه بسيطه. بس كده الفيديو بتاعنا خلص. متنسيش بقى تعملي لايك للفيديو. اشوفكم بكره على خير. باي باي.